بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جمعة جديدة النهاردة مع أبو حبيبة، وشعارنا الوحيد عند أبو حبيبة كل جديد. خليك معانا ما تروحش بعيد، يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. صلي على الحبيب قلبك يطيب، مع قناة اخويا وحبيبي رضا السني. بحييه طبعا وبقول له كل عام وانتم بخير. عيد مبارك عليك وعلى اسرتك وعلى متابعينك ومتابعينا. الاستاذ رضا وفاته حلقة هتمسك حرام. بس هو اتفرج عليها على القناة عندي، ده من فضل ربنا. والراجل الصراحة اول ما جه قال لي مبروك بوفرت الساعة. في ناس زعلانه بتقول لي انت اللي سرقته. طب يا جدعان انا اعمل ايه؟ طيب ما هو لص والحاجات دي سارقها، فالحاجه انا هاخدها. انا عارف ان الله طيب ولا يقبل الا الطيب. ما هو انا عاوز اعلمه الادب، اخدت منه الحاجه تقديما ليه، ومش هاخدها ليا شخصيا، هتطلع لوجه الله تعالى. هشوف حد سرق، حد يتيم، اي حاجه هديها له. انا مش هدخل في بيتي حاجه زي كده. ربنا يستر عليك يا ابو حبيبه، وربنا يهديه ما يعملهاش تاني. والله هو حر، هيجي ياخد رزقه هنا صح. ربنا يهديه ما يعملهاش تاني. ربنا يهديه. المشكله ان هو مستعجل على رزقه. مستعجل فعلا، استعجال الرزق مشكله. خير. وبقول للاخ اللي هو كان شمتان ما تزعلش، الحاجه الحمد لله بنعرف نجيبها. عيب الشماته. ربنا يكفيك شر الشماته والله. في شر الشماته عيب. ربنا يكفينا شرها. طبعا النهارده بفضل الله معانا تنوع حاجات كتير، كناريا وزبرة وجرينات. جرين الله اكبر بسم الله ما شاء الله. الاصل ده كان تدريب، طرق بقى تفريق، عمره حوالي 7-8 شهور. بسم الله ما شاء الله. انا بحسبه فيش. لا جرين شيك. ده جرين شيك. جرين شيك بينابول. بسم الله ما شاء الله. جرين شيك بينابول. طبعا الجرينات او البينابولات انواع كتيره جدا، يعني دي نوع ودي نوع ودي نوع ودي نوع، او درجات في المستوى بتاعته تبدا من الله ينور عليك. بسم الله ما شاء الله. فكل نوع بيبقى ليه سعر، بيبدا من 4000 لغايه لو عاوز ب 12 و15 موجود. بسم الله ما شاء الله. بروتين صح؟ اللهم بارك. معانا بغبغاء الصن او بغبغاء الشمس. بسم الله ما شاء الله. عصر ده قص كبير، اول شغل ليه. تمام. ودول نتايتين كبير بسم الله ما شاء الله. ودول نتايتين فيهم نتايه في ضوافر ناقصه. هو ما تعبوش ليه بقى؟ ان التزاوج بتاعهم، انا اسف نركز معايا كده يا شيخ رضا، التزاوج بتاعهم كده وهو واقف جنب بعض. انا اسف تاني مش كده. فالضوافر ملهاش عامل يعني يمسك. زي الكوكتيل لا ده جانبي. جميع الانواع الجرينات مع الصن كانيون جانبي. دي معلومه مهمه جدا. فالحته اصلا ثمنها مثلا 7000 جنيه، احنا بنتكلم النهارده في 3000 ونص. حته طبعا سعر مش موجود عشان الاظافر. تمام. بسم الله ما شاء الله. الحته السليمه تعمل 6 ونص. السليمه تعمل 6 ونص. ده لاف فيرد عصافير فيشر، جزء بيتباع ب 800 جنيه، النهارده 700 جنيه، وفي تخفيض كمان 650 لو حد عاوز. بسم الله ما شاء الله. في قص ريدرام عامل 2000 ونص. الريدرام بتفرق برضه في الالوان يعني. بص ده 2000 ونص، ده عامل 5000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. ده عامل 5000. ده قص فيه شغال، ده عامل 3000 جنيه. ده عامل كام يا مولانا؟ 3. بسم الله ما شاء الله. طبعا كل نوع معانا الاوبلاين اورنج اللي وصل ل 3000 جنيه النهارده ب 2750. تمام. بسم الله ما شاء الله. الزبده ايه اخبارها النهارده؟ النت طبعا قليله زي ما احنا متفقين برضه. احنا لو بص لاحظ كده عدد الاناث مع عدد الذكور هتلاقيها قدها 3-4 مرات. يعني ده كله اناث. دي اناث حوالي 20 نتايه، معاهم حوالي بتاع 50 ضغط. في فرق جامد في العدد. طبعا هي دي المشكله. معانا برضو
ده بغاء الراهب او الكويكر. هو سمي راهب ليه؟ العصفور ده من طبيعته ان هو بيحب يعيش مع بعض. لما يبقى فيه مجموعات تانية اي نوع تاني يبدا يصدر صوت ازعاج عشان ما يخليهمش يعرفوا يشتغلوا. تمام. طب هو نفسه بيشتغل؟ هو نفسه بيشتغل والوانه كتير جدا وفي منه انواع غاليه جدا كمان. بسم الله ما شاء الله. ده الزبرة برضو نوع من الزبرة اسمه اليولي بيك. الفرق بينه وبينه المنقار. المنقار هنا اصفر، المنقار هناك احمر. ده فرق ما بين الزبرة العادية؟ وده لاب بيرد او روز البينو ابيض عين حمراء. ده وصل 1300 جنيه، 1200 جنيه و1250. معانا البادجي قوس الرحمن. انا ما بحبش الاسم الثاني، ما بحبوش الاسم ده الصراحه. قوس الرحمن. وفي ناس بتقول عليه قوس القزح برضو حرام، هو قوس الرحمن. طبعا سبحان من ابدع في الالوان يعني. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله العظيم. طبعا بادج العادي، وفي حاجه اسمها فلل. دي فلل ريمبو او اللي هو قوس الرحمن. الجوز ده وصل ل 8000 جنيه بيتباع، كان بيتسلم للسودان. النهارده ب 1000 جنيه الجوز، وممكن اقل كمان. بسم الله ما شاء الله. معانا حاجه اسمها نصاص، حته بتتداول من 350 حسب اللون وحسب الحاجه. بسم الله ما شاء الله. والحته دي بسم الله ما شاء الله. ده ذكر، ده ذكر. ذكر. بسم الله ما شاء الله. الله أكبر. دي حته انجليزي كريست. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. اللهم بارك. طبعا انت شايفه مش عارفين نمسكه بايدينا الحمد لله. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. حاجه كده الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الذكر ده انا معلم معاه من ساعه. بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. الحته دي عامله كده. دي اسمها بلاك وينج. بسم الله ما شاء الله. في منه الوان ثانيه. يا صلى على الحبيب قلبك يطيب. الله عليه وسلم. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. الحاجات دي فعلا سعرها وصل ل 70000 جنيه. بسم الله ما شاء الله. نزلت بقت 40 45 30 15 10 5. النهارده الجزء ب 500 جنيه و700 جنيه. بسم الله ما شاء الله. الكبات بقى شكر برصاصي. هو مش اسمه شكر برصاصي، احنا الاسم هنا طلعناه شكر برصاصي. هو الاسم عراقي اسمه شجري برصاص. برصاص ده باللغه العراقيه، احنا هنا عشان نختصرنا المصريين شكر برصاص. دي تركيبات شكر برصاص. الشكر برصاصي اهو. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك لصاحب النصيب. الاحجام بص عاملين ازاي، الله اكبر. طبعا فتره الحر دي يا رضا العصفور بيجي له اجهاد حراري. دي معلومه بقى هديه مني لاخويا وحبيبي متابعين الاستاذ رضا. فتره الحر دي بيحصل حاجه اسمها اجهاد حراري. يعني ايه اجهاد حراري؟ بيحصل ازاي وايه مواصفاته ونعالجه ازاي؟ اولا جميع انواع طيور الزينه ما عندهاش غدات عرقيه، بمعنى ما عندهاش مسام زي البني ادمين
نطلع عرق، فبيحصل احتباس داخلي للحراره بتاثر على الكبد وبتاثر على الجهاز التنفسي للعصفور. هتلاقيه واقف في فتره الحر بينهج، فبنعمل ايه؟ بنديله ملطفات عشان تلطف له العمليه، اللي هي ايه؟ البرتقال. زي ما انت كده بتبقى جاي من الحر وتشرب عصير برتقال او عصير ليمون عشان فيتامين سي، هو ده عصير البرتقال بتاعنا. ده في الميه انت حاطه في الغزاله اهو عصفور انت شايفه واقف بينهج بفضل الله، عصفور واقف مستريح بيشرب واقف الحمد لله بفضل الله. كل عصفور بتتحرك، مفيش حاجه واقفه خمدانه ولا همدانه. طيب ايه قصته؟ حاجه ثلاثه تعريفه من الصيدليه البشري، حاجه اسمها املاح هيدروسيل. نركز في الاسم، معلومه مهمه جدا. املاح هيدروسيل معلومه مهمه جدا. ايه الاملاح الهيدروسيل دي؟ فاكرين محلول معدة الجفاف؟ هو ده اللي بنستخدمه للعصفور في حاله الاجهاد، وبيتحط معاه حاجه اسمها فيتا سيد. برضه بنستخدمه. دي اقراص فيتامين سي بناخدها اثناء نزلات البرد او عندك برد. فيتامين سي مع املاح هيدروسيل. معلومه تسوى مليون جنيه. ده عشان اخويا حبيبي رضا. حبيبي ابو حبيب. طبعا زي ما قلنا كده الفتره اللي جايه ديت حر، ربنا يرحمنا من نار جهنم يا رب. طبعا شكل الصيف داخل علينا جديد شويه، الله يكون في العون الناس اللي شغاله في الشارع. طبعا الطير اخرس لا يكاد انه يتكلم، مش هيقول لك انا تعبان. احنا لازم نلطف عليه فتره الحر ديت. وفي طواجن طبعا الاستحمام مع خل التفاح مفيد جدا برضو للتلطيف في الجسم. طاجن استحمام مش رش. طاجن الاستحمام افضل من الرش. هقول لك ليه. لما طاجن الاستحمام بيتحط العصفور هو عارف بينزل بيعمل ايه في جسمه، اما انت بترشه انت بتجبر نفس المعلومه. يبقى الطاجن ماشي حط فيه خل تفاح للاستحمام، بحيث ان العصفور لما يجي ياخد الشاور او الحمام بتاعه هو بينزل عارف كل نقطه ميه تخش في جسمه تخش فيه. اما لو انت رشيته ممكن تسبب له التهاب رئوي وتنفسي. يبقى تمام كده. في معلومه ابو حبيبه الناس بتسال عليها. امرني. الفاش اللي هو صغير جدا جدا جدا، هو الفاش ده بيجي فتره صيف يكاد لا يرى، ده علاجه ايه؟ او مضر ولا لا؟ لا طبعا بيموت الطير، ولو عندك زغاليل بيموتها، وممكن يسيب البني ادم زي كانها حاله جرب. ايه علاجه؟ طبعا التهويه الجيده والنظافه الجيده اولا اهم حاجه. ده قبل اي حاجه. تاني حاجه والمهم جدا، لو لا قدر الله اصبت في حاجه زي كده تاخد القفص بالعيش بتاعه وتطلعه في الشمس، ان هو عدو الشمس. عدو الشمس. طيب ايه الحل؟ هنجيب حاجه اسمها اكترومايسين من الصيدليه، ده دواء بشري اللي خاص بالجرب. ده ما بيضرش الطائر في حاجه؟ لا امن خالص. وهنجيب خل تفاح وبتادين وكحول ابيض، يتحط بنسب 5 سم 5 سم على لتر ميه. عاوز في الجو الحر ده تحمي الطير وتسيبه تمام، عاوز ترش بيه العش تمام. واي حد عاوز اي معلومه تليفونات الاستاذ رضا هيظهرها في التليفون على القناه، وانا تحت امره في اي استفسار. وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في سؤال بقى بيتسال بس انا اللي هرد عليه بنفسي قبل ما اخلص الفيديو. طب خد الارقام التليفونات. تمام ماشي. 0100 ارقام التليفونات مع ابو حبيبه 0100 23 98 380. ده الرقم الخاص بالواتس. ده الرقم الخاص بالواتس. 03 وحيد 800 55 62. ده الرقم للاستفسار على اي حاجه. والسؤال اللي بيتسال دايما، ليه الناس ما بتصورش غير مع ابو حبيبه؟ او بعض الناس بتسالنا انتوا ليه ما بتصوروش غير مع ابو حبيبه؟ والله من باب الامانه، ودي شهاده نشهد بيها امام الله عز وجل. الراجل ده غني عن التعريف زي ما قلنا قبل كده. الراجل ده اي معلومه بتساله عليها بيفيدك، ما بيبخلش على حد لا بمعلومه ولا باي نصيحه ولا باي حاجه، حتى لو كان اجهاد بدني
فالناس اللي بتسال انتوا ليه ما بتصوروش غير مع ابو حبيبه، زي ما قلنا والله من باب الامانه الراجل بيعرض بيعرض على مشكله، بيعرض مشكله بيعرض لك علاجها او دواها. فمن باب الامانه الناس اللي بتسال ليه ما بتصوروش غير مع ابو حبيبه، زي ما انا قلت لكم الراجل ما بيبخلش على حد لا باي معلومه ولا بمجهود ذاتي ولا بمجهود بدني. فالواحد بيقول اللي يخلصك امام ربنا، فدي شهاده لله عز وجل، ونسال الله عز وجل القبول. والراجل لما بيعمل اي حاجه بيبتغي بيها وجه الله عز وجل. مع قناه اخوكم رضا السني، الاول مره يشوفنا ويتابعنا ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.